بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هيبقى الفيديو بتاعنا النهارده هيبقى فيديو يعني مفيد جدا وفيديو جامد ان شاء الله. النهارده يعني الفيديو بتاعي يعني عن تنظيف الطيور وكده. طبعا كل الفلاحين هنا بتربي طيور، بس المشكلة طبعا في تربية البط ديت عند الستات عندنا اللي هو تنظيف الطيور وكده. فانا ان شاء الله النهارده هعمل معاكم فيديو عن تنظيف الطيور وازاي تنظفي البط بكل سهوله. يعني لو عندك كميه بط ان شاء الله تنظفيها ما تاخدش معاكي اي وقت. طبعا مش هتكلم كتير. هذبح دلوقتي هقفل الكاميرا اذبح وان شاء الله اكمل معاكم الفيديو تاني ان شاء الله. طبعا انا ذبحت ذكر البط ده هوت، بسم الله ما شاء الله هوت. طبعا انا ذبحه معاه طيور تانية اهو، ذبحه الديك ده. بس طبعا انا عايزه طبعا تنظيف الفراخ سهل زي ما انتوا عارفين. فانا هوريكم دلوقتي ازاي هنضف ذكر البط ده، مش هياخد في ايدي يعني 10 دقايق وبكل سهوله. يلا بينا. طبعا معايا الميه ديت بتغلى اهيت. لازم أن تكون الميه بتغلي، وطبعا حاطه فيها الليمونه عشان الحله برضو ما تسمرش معايا، وفي نفس الوقت الريحه بتاعه الزفاره بتاعه الطيور ما تطلعش معايا. وطبعا المكون معايا اللي هيساعد معايا في تنظيف الطيور بكل بساطة، في تنظيف البط. المكون ده اللي هو عبارة عن الكربونات او البيكنج صودا. طبعا بنحطها في المية كده زي ما انتوا شايفين اهيت. هوريكم دلوقتي ازاي بكل سهولة هنضف ذكر البط ده. اهو هبدأ ابل ذكر البط ده كويس في المية ديت. هبله كلته كويس في المية دي. طبعا انا عشان ماسكة التليفون انا هقابله كويس في المية وهكمل معاكم. طبعا انا بليت معاكم الذكر اهوت، وهبدأ انضفه. بس سامحوني على التصوير لان يعني ماسكه التليفون بايدي والايد التانية بنضف بيها. يعني على قد ما اقدر هحاول ابين لكم الصورة. طبعا شوفوا زي ما انتوا شايفين اهوت. انا هجرب يعني زي ما انتوا شايفين اهوت الذكر مش نظيف ولا حاجه، الذكر كلته زغب اهوت. فهوريك ازاي والله. شوفوا وبايد واحده كمان. يعني هوريكم ازاي ان معلقه الكربونات ديت بتعمل معايا شغل كويس. طبعا انا مش متحكمه بس في التصوير وكده، فمعلش انا اسفه. معلقه الكربونات دي بقى، يعني شوفوا زي ما انتوا شايفين لو ملاحظين اهوت بتخلي بتنطر لي الزغب ده من بره، فاعرف بالتالي اعرف اشيله بكل سهوله. يعني بتخلي الزغب يجي فيه. يعني شوفوا انا مجربه التليفون اهوت، مش عارفه الصوره واضحه ولا ايه. شوفوا الزغب ده اهوت بيبقى يعني تبينه اللي من بره، فاعرف اشده كده ان انا اطلعه وانضف معاكم طبعا لو بنضف بايديا الاتنين كان هيبقى افضل من كده. بس معلش ان شاء الله انا هتصرف في ان انا يعني ان شاء الله اعمل اي حاجه ان انا اعرف اشغل بعد كده التليفون من غير ما حد يكون معايا وكده. الفكره بس من الموضوع ان انا اعرفك ان ازاي تنضفي البط بكل سهوله من غير ما تتعبي فيه كده. معلش انا مش عارفه اتحكم في التصوير وكده، لان طبعا الطيور دي لازم يعني الشغله دي بالذات لازم تعملها بايديك الاتنين مش بايد واحد. بس هي الفكره من الفيديو بتاعي اني اعرفك ازاي تنضفي كميه طيور كبيره يعني بطريقه سهله، لان طبعا يعني بيبقى الشغل كتير عند الفلاحين وكده، فمش على حد التنظيف بس، فبنبقوا عايزين ننجزوا فيه وكده. فوالله الطريقه من ساعه ما عرفتها وهي بسم الله ما شاء الله، يعني ما بعملش غير بالطريقه
بتسهل عليا الموضوع وكده، لان طبعا زي ما انتوا عارفين البيت فيه اطفال وعندي برضو اللي هي البهايم والكلام ده، فالشغل ياما، فلازم انت تنجزي في اي شغله بتعمليه. طبعا شوفوا زي ما انتوا شايفين الريش اهو، عشان منطور لبره فبكل سهوله بطلعه. طبعا برضو هقول لك دلوقتي يعني ازاي البط دي تحفظيه عندك في الفريزر لمده طويله، وتيجي تطلعيه تطبخيه كأنك لسه دبحاه، ولا ريحة زفارة ولا أي حاجة، كأنك لسه دبحاه دلوقتي. خليكوا بس معايا في الفيديو. يعني أنا هفصل الكاميرا شوية بس لأن مش متحكمة في التنظيف، بس الفكرة عندي إن أنا أوريكي إيه. يعني شوفوا والله بكل سهولة. شوفوا الفكرة إن أنا أعرفك إن معلقة الكربونات دي بسم الله ما شاء الله يعني زي مفعول السحر بالظبط. وهعرفك برضو شوفوا لو الزغب اللي فيه صغير زي ده كده وايدك مش عارفه تجيبه، هقولك ازاي تطلعيه برضو بكل سهوله من غير ايه. يعني حتى لو شوفوا، يعني انا مش بربي ضوافري، مش محتاجه ضوافر ولا محتاجه اي حاجه. هعرفك بس خليكي معايا في الفيديو وان شاء الله تستفيدي معايا. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، انا بدات اسند التليفون على اي حاجه كده عشان اعرف اصور معاكم. طبعا شوفوا طبعا لما بتحك كده، شوفوا يعني شوفوا البطه كلها، كان الحته دي باينه اهيت، البطه كلها زغبه اهوت، بس شوفوا بالطريقه دي وشوفوا لبره، فبعرف اشيله. وهوريكي دلوقتي برضو ايه المنتج اللي معايا تاني يخلي الحاجه معاكي يعني من غير ما تدعكي ياما تلاقي الطيره معاكي اتنضفت وبقت حلو. طبعا اول حاجه يعني لما تمسكي الطيره وتبداي تنضفي في الجناحات، اول حاجه بتحسي انها خلصت معاكي بسرعه. طبعا الفكره ديت يعني حلوه خالص للي هو ايه، للستات الفلاحين اللي زي اللي الشغل بتاعهم يعني ياما وكده وعايزين ينجزوا فيه. وفي نفس الوقت الفكره دي جميله برضو للناس اللي هي عامله مشاريع اللي هي تربيه الطيور وتنظيفها. ده بيبقى بالنسبه لهم برضو حاجه كويسه لما يلاقوا حاجه تنجز معاهم في التنظيف، يعني في تنظيف البط. طبعا بكل سهوله اهوت، ولا شوفوا ببطن صبعي كده بقى ابدا شوفوا اهوت، يا دوبك ببطن صبعي كده ابدا ادعك الريش معايا يطلع معايا اهوت بكل سهوله. طبعا والله العظيم انا كنت اكتر شغله بقى انا اهمها اللي هو تنظيف البط، لكن من بعد صراحه ما جربت الفكره دي ان انا احط الكربونات في الميه بتاعه التنظيف، طبعا من ساعتها وانا يعني بقى تنظيف البط ده بالنسبه لي هوايه. يعني انا بنضف معاكم دكر البط ده طبعا، انا دابحه معاكم الديك برضو، بس انا ما صورتوش لان انا الفكره عندي بس ان انا اوريك ازاي تنضفي البط بكل سهوله، لان هو البط اللي مشكله في التنظيف شويه، انما الفراخ ديت سهله خالص، ما بتتعبش ولا بتاخد وقت خالص. يعني بسم الله ما شاء الله تنظيف الفراخ سهل اهو. زي ما انتم شايفين اعتبر خلصت الدكر اهو. بس انا هوريكم برضو المنتج النهائي اللي معايا اللي هيخلي لي دلوقتي الدكر البط ده ينور في ايديا كده. وبرضو هوريك الخلطه اللي انا هعملها دلوقتي اغسل بيها الطيور بتاعتي، تخلي لك ريحه الطيور جميله، ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه، يعني تخش البيت كده ريحه كانك في جنينه فواكه. مش البيت ده مش منضفه فيه طيور، لا كاني واقفه في جنينه فواكه كده. فان شاء الله تستفيدوا معايا في الفيديو دهوت، وان شاء الله خليكم برضو معايا اكمل معاكم التنظيف. طبعا انا شلت كل الريش الكبيره اهوت بكل سهوله من على الوش كده، من غير دعك من غير اي حاجه. المكون بقى اللي معايا برضو هيكمل معايا ان الريش الصغير ده او الزغب الصغير ده يطلع معايا بكل سهوله من غير
ما اتعب ايديا وكده هو الرده دي، اللي هي الرده بتاعت اللي بتطلع من نخاله الجمح، اللي هي بتاعت الخبيز وكده. طبعا ببدا احط شوفوا ادعك بقى بايدي كده بكل سهوله ببطن ايدي اهو. هي الرده ديت شوفوا بسم الله ما شاء الله اهو. يعني بص والله العظيم كان كلته ريش صغير، كان الكاميرا ما كانتش مبيناه، لكن كان كلته ريش صغير. شوفوا الرده بدات تشوفوا تبينوا معايا اهوت. بسم الله ما شاء الله اهو. شوفوا بكل سهوله بقى ايدي بايدي بتجيبه اهو بكل سهوله اهو. طبعا والله العظيم الفيديو ده مهم خالص لكل، يعني لاي حد بيفكر هو يعمل مشروع تربيه الطيور وتنظيفها وكده. يعني خش فيه ان شاء الله وقلبك جامد وربنا هيجوك وهتعملي كل حاجه وهتطلع حاجتك انضف حاجه ان شاء الله. يعني اهو شوفوا الريش بدأ يبان معايا خالص اهو. شوفوا اهو كان في الظهر كمان الزغب باين شويه عن البطن بتاعت ذكر البط دي. يعني شوفوا اهو بكل سهوله اهو هدعكه. شوفوا الريشه بتنطر معايا لبره، ابدا اهي تشوفوا ابدا اشوفها واطلعها بكل سهوله اهو من غير بقى ما مجمج في عينيا ولا اي حاجه من دي. يعني اهو شوفوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا لو انت لو بالليل كده وانت قاعده جنب عيالك هتذبحي وتنضفي. يعني في الايام اللي هي بتبقى الايام القصيره، ايام الشتاء بتبقى اليوم قصير ما بتقدريش ما بتعرفيش تخلصي فيه. لو هتجيبي بالليل وانت قاعده وتنضفي بكل سهوله اهو. طبعا هو ما بيكونش بحط الرده ديت ما اكونش بليته ميه لسه ولا اي حاجه، يا دوب اكون بس شلت منه الريش الكبير بس، وابدا احط الرده دي من غير ما ابل ميه. هخلصه بقى دعكي معاكم واخده تحت الحنفيه كده، يعني ايه اغسله بقى تحت الحنفيه وهتشوفي التنويره بتاعت البط معاكي شكلها ايه. فحبيبتي لو اي حد عايز يعمل مشروع تنظيف البط ده، يعملوا مشروع وكان خايف من التنظيف والكلام ده، لا خش فيه وقلبك جامد وان شاء الله ربنا هيجوك وهتعملي كل حاجه. لان في الزمن اللي احنا فيه ده لازم كل واحد يسعى وكل واحد يعمل اي حاجه ان احنا يعني نقدروا نخطوا يعني الفتره اللي احنا فيها دي اللي هي فيها كل حاجه غاليه وكده. وتشجعي، يعني انا بعمل لك الفيديو ده كنوع من التشجيع ان انت تتشجعي وتعملي وتربي في بيتك. شوفي لو هتربي 10 بطات، لو هتربي 5 هيغنيكي ان انت تروحي تشتري الحاجه غاليه، وهيبقى بيتك فيه كل حاجه في اي وقت تحبي تعملي اكله تعملي اي حاجه يبقى بيتك فيه كل حاجه كده، ما تحتاجيش وما تندينيش والكلام ده كله. ف ان شاء الله الفيديو بتاعي هيعجبك وان شاء الله يعني الميه تكدب الغطاس. انت جربي بنفسك، جربي حطي الكربونات دي في الميه بتاعه التنظيف، وجربي يا ست لو في بطه واحده جربي فيها وشوفي الفكره هتعجبك ولا لا. وطبعا مستنيه برضو تقولوا لي تعليقاتكم وتقولوا لي ارائكم في الفيديو بتاعي دهوت ان شاء الله. طبعا انا هاخد خلاص الدكر بتاعي يعتبر خلص اهو، هاخده بقى تحت الحنفيه اغسله وان شاء الله برضه هكمل معاكم تاني عشان اوريكم الخلطه اللي هي ان شاء الله تحفظي بيها البط من غير اي زفاره في البيت من غير اي حاجه ان شاء الله. هغسله طبعا وارد لكم لان مش هعرف اصور بالتليفون تحت الحنفيه والميه وكده. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت تنظيف معايا البط هو الدكر البط. طبعا غسلته حلو تحت الميه وكده وهوريكم بقى تشوفوا يعني بسم الله ما شاء الله اهوت، ولا في زغب ولا في اي حاجه اهوت. يعني تنظيفه ما خدش معايا ثواني. وهوريكم دلوقتي طبعا ايه، طبعا التسلخات دي مكان الميه اللي كانت سخنه جامد وكده، كانت الميه بتغلي، لازم الميه تكون بتغلي. فدي طبعا مش ان انا عملت فيه بجامد بايديا او بالسكينه او كده، مكان الميه اللي كانت بتغلي. هوريكم بقى الخلطه اللي هي اهم حاجه طبعا في تنظيف البط، اللي هي مش بتخلي له ريحه اي زفاره ولا اي حاجه. طبعا معايا هي الخلطه ديت.
الخلطة ديت عبارة عن ليمون وقشر البرتقال ويعني وشوية ملح، يعني يجي معلقتين 3 ملح. وطبعا اخد الدكر دهوت بالخلطة ديت، افضل ادعك فيه من بره ومن جوه. يعني بسم الله ما شاء الله تلاقي يعني الريحة طالعة، يعني يا ريتكم كنتوا معايا وتشموا الريحة ديت في المكان شكلها ايه. طبعا بسيبه ايه زي ساعة كده في الخلطة ديت. عايزة اطيبه على طول، مش عايزة اطيبه بحطه بقى في ابدا ادخله الفريزر، افرزه زي ما هو كده بالخلطة دي عليه كده، مش بغسله منها ولا اي حاجة، بسيبه عليه. طبعا ده ليمون وقشر برتقال وملح، يعني حاجات كلها طبيعية، وفي نفس الوقت ريحتها نفاذة وحلوة، ان هي مش ملهاش اي زفارة ولا ريحة اللي الدكر بيبقى دكر البط ده عبارة عن ريحة ليمون بس، مش اكتر. وطبعا ولا حطيت جنزبيل ولا حطيت اي حاجة، لكن طبعا لو انت حابة تحط الحاجات ديت برضو هي حلوة مع تنظيف البط. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهاردة تكونوا استفدتوا منه، يعني ومعلش سامحوني على التصوير برضو. لو حبيتوا ان انا اعيد الفيديو، يعني فيديو زي ده تاني بتصوير احسن، قولوا لي في التعليقات، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. وما تنسونيش ان شاء الله باللايك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.